شاهد النادي الأهلي يعلن عن مفاجأة في منع اللاعبين من الدخول على السوشيال ميديا وحظر إعلامي قبل قمة الزمالك. تابع تفاصيل الخبر. أول قرار من النادي الأهلي تجاه اللاعبين فرض حظر إعلامي عليهم، وذلك قبل لقاء الزمالك. النادي الأهلي دلوقتي بقيادة محمد رمضان ومحمد شوقي فاهمين كويس جدا وعارفين الأخطاء اللي حصلت في السوبر الأفريقي، واللي كانت سبب في ان لاعيبة الاهلي يفكوا ويحسوا بالتعالي، وبكده فالاهلي خسر من الزمالك بضربات جزاء وقتها. عايزين بقى ما يكرروش نفس الخطأ دي. من الاخر كده عاملين شد على اللعيبة، فقرر النادي الاهلي قرار هو ممنوع منعا باتا ظهور اي لاعب في اي وسيلة اعلامية، حتى على السوشيال ميديا. ممنوع خالص، ممنوع خالص اي لاعب يكتب بوست، يعمل اي حاجة. فرض حظر اعلامي شامل على اللعيبة لضمان تركيزهم، حتى منع اللعيبة أن يخشوا على السوشيال ميديا علشان ما يشوفوش تعليقات الجماهير أو أي حاجة تأثر عليهم أو على تركيزهم أو على نفسيتهم.